ليه بتحس دايما ان وقتك بيضيع؟ بتشتغل وبتسعى بس دايما تحس ان انت واقف مكانك، مش قادر تحكم على نفسك وتحدد هل انت شخص ناجح وبتحقق احلامك ولا حد كسول ومش بيشتغل على نفسه خالص، ومش عارف تفهم هو انا ازاي ببقى الشخص الكويس اللي بينجز كل حاجه في حياته وفي نفس الوقت تاني برجع اكون شخص كسول ومش عايز يعمل حاجه. مش قادر تركز في تفاصيل يومك والاحداث اللي بتحصل معاك بحيث ان انت تكون بالشكل الكويس اللي انت نفسك توصل له، او الحاجات اللي بتخليك على الشكل الوحش اللي انت بتحاول تتجنبه، واخر اليوم ما بتبقاش عارف ولا فاكر اصلا انت عملت ايه ولا انجزت ايه. ده كله بسبب ان انت ما عندكش تفاصيل يومك، مش عارف امتى اليوم بيكون كويس وامتى بيكون وحش عشان تحدد بالظبط ايه اللي حصل هنا وهنا، وتبدا تتجنب الحاجات الوحشه وتبدا تركز على الحاجات الكويسه عشان تحسن من نفسك. فيديو النهارده هنتكلم عن عاده واحده بس بسيطه جدا لكن هتفرق معاك في كل جوانب حياتك حرفيا، في تنظيم وقتك، بناء عاداتك وانتاجيتك، وكمان هتساعد دماغك ان هي تستريح شويه من الضغوطات اللي عليها. المشكلة إن إحنا كل يوم بيحصل معانا حاجات كتيرة أوي في يومنا، شوية إنجاز، شوية تقصير، مشاوير عملتها وحاجات شغلتك وحاجات ضيعت بيها وقتك، وللأسف كل ده بيخش مع بعضه في تفاصيل اليوم، ومتبقاش قادر كمان تحدد هو التقصير اللي حصل ده كان مني أنا ولا كان من مؤثرات تانية خارجية. وده كله بيحصل ليه؟ لأنك مش بتكتب يومك، مش بتسجل التاسكات اللي عندك، ومش بتتابع عاداتك اللي أنت عايز تنتظم فيها، وكذلك برضه مش بتكتب الأحداث اللي حصلت معاك في اليوم، بحيث إن أنت آخر اليوم يبقى عندك نظرة عامة عن اليوم وتقدر تحاسب نفسك بكل أريحية من غير ما تظلمها أو من غير ما تيجي عليها. وهنا الحل يجي بكل بساطة إنك محتاج واحدة زي دي تدون فيها كل الحاجات اللي بتحصل معاك، تكتب فيها العادات بتاعتك، تكتب فيها الأحداث اللي حصلت معاك في اليوم، وتكتب التاسكات اللي كانت عليك النهاردة أنجزت إيه منها وإيه لسه ما عملتوش. وفي آخر اليوم ممكن تكتب سطرين بساط تعبر فيهم عن الحاجات اللي حصلت معاك، مش شرط إن يكون في شكل معين للتدوين ده، اكتب زي ما أنت عايز. أنا مثلا بحب إن أنا أحط العادات بتاعتي في شكل تشيك بوكس بحيث إن أنا أتابع وأنا أنجزت النهاردة ولا لأ. بحب برضو أكتب التاسكات اللي عندي بحيث إن أنا أبقى صاحي عارف أنا هشتغل على إيه النهاردة ويومي هيمشي إزاي. في آخر اليوم ممكن تكتب بس مجرد سطرين تعبر فيهم عن حاجة حصلت معاك النهاردة بسطتك أو زعلتك، درس اتعلمته النهاردة جديد، وممكن تقيم نفسك النهاردة، حاسس إن أنا قصرت في كذا كذا، مثلا مسكت التليفون كتير وضيعت وقت، أو حصل كذا كذا وكان الموضوع ده مضايقني. الموضوع ده بيفرق مع نفسيتك كتير جدا وبيفك من الضغط اللي بيكون عليك. ومش لازم تكون بشكل مثالي، عشوائيتها بتدل إن أنت فعلا بتهتم بكل التفاصيل وبتكتبها، وإن أنت مش فارق معاك الشكل على قد ما أنت مهتم إن أنت تكون بتدون الحاجات دي لأنها فعلا هتفرق معاك. وفي الفيديو ده أنا حابب أوريك تجربتي الشخصية بعد أكتر من 5 شهور بدون فيهم في نوتة حرفيا لكل شهر بكتب فيها يوم بيوم اللي بيحصل. والنوتة دي صراحة كانت بتجمع كذا حاجة، هي هابت تراكر او تتبع عادات، تدوين ان انت ممكن تكتب مشاعرك والحاجات اللي بتحصل معاك يوميا وتشتكي وتفضفض وتفك عن نفسك، وبرضه بتدون فيها التاسكات بتاعتك، انا عندي النهارده مهام كذا وكذا وكذا. وانا شايف ان هي كنسخه ورقيه كويسه لانك بتجمع الحاجات دي كلها في ورقه واحده وبتقدر تمشي يومك كله بيها. مش عايز ابالغ بس دي بجد افضل حاجه عملتها وفرقت معايا في حياتي وانتاجيتي، لاني بعد اول شهرين تحولت من شخص مش عارف يومه بيمشي عامل ازاي، مش عارف هو انجز ايه او اثر في ايه، وساعات كتيره جدا بينسى حاجات كان المفروض يعملها وبيضيع عليه ديدلاين كتيره او بيتزنق في اخر وقت عشان يعملها بسبب ان هو معتمد بس على ذاكرته. ما عنديش ادراك للعادات اللي انا عايز انتصم فيها، هل انا ماشي فيها كويس ولا لا. ممكن تفتكر اسبوع اللي فات، ممكن تفتكر ال10 ايام اللي فاتوا، بس اكتر من كده ما اظنش ان دماغك هيجمع هل انت فعلا كنت منتظم ولا كان في تقصيرات كتير. وحرفيا كل ده تحول تماما بعد ما استخدمت النوتة دي في التدوين الحاجات اللي انا ذكرتها في الجزء اللي فات. مبدئيا بقيت قادر اركز على التاسكات اللي عندي واكتبها، وبنسبه كبيره ما بنساهاش لاني كاتب كل حاجه محتاجها ومركز انا عارف انا هعمل ايه. وفعلا ساعدتني جدا في تتبع العادات بتاعتي زي القراءه والصحيان بدري وحاجات تانية كتير، بحيث ان انت بقيت متابع وقادر ترجع للشهر كله وتركز وتشوف انت فعلا كنت مستمر في الشهر ده على العادات دي بنسبه قد ايه، قصرت امتى وايه سبب التقصير ده. وشويه الكلام اللي كنت بكتبهم في الاخر كانوا بجد بيفرقوا معايا في نفسيتي جدا، مجرد ان انا اكتب بس الكلام ده على ورق واشوفه قدامي بحس ان انا طلعت اللي عندي، وكانك بالظبط فضفضت مع حد قاعد قدامك وطلعت كل اللي جواك واستريحت. وكمان كانت بتساعدني جدا في ترتيب افكاري والحاجات اللي انا بخطط اعملها بعدين. ونيجي هنا لجزئيه تانية، هل الاستفاده من التدوين دي بتخلص لما اليوم بيخلص؟ يعني اقدر بس اتابع الحاجات اللي بتحصل عندي في يومي وبس؟ والاجابه اكيد لا. الاستفادة الأكبر كمان بتكون لما تتابع الحاجات اللي بتحصل معاك خلال الفترة اللي فاتت، ممكن تكون أسبوع أو شهر أو حتى السنة. تخيل ان انت رجعت السنه اللي فاتت كلها ورجعت الاحداث اللي حصلت معاك، ودي حرفيا افضل نقطه لان دي اللي بتجيب بعد كده الزياده في الانتاجيه والاستمراريه على العادات بتاعتك، وحرفيا بتحولك لبني ادم تاني خالص. عزيزي المشاهد، ثانية واحدة. كل فيديو بتشوفه ده نتيجة تعب في مونتاج وتصوير وكتابة محتوى، فيا ريت لو حسيت إن أنت بتستفيد تعمل سبسكرايب لأن ده هيفرق معايا كتير إن أنا أستمر. وشكرا. وانا جاي اديك خلاصه ال6 شهور دول في الفيديو ده عشان بعد الفيديو ده تقدر تستخدم التدوين ويكون اكبر نقاط قوتك. من النقط المهمه جدا في موضوع التدوين ده انك بتكتب افكارك على الورقه مش في دماغك،
وده بيكون افضل بكتير لان عيننا بتشوف لبره مش لجوه، فطول ما الحاجات اللي انت المفروض تعملها دي موجوده جوه دماغك بنسبه كبيره ما بتبقاش مدركها، عكس لما تحطها على الورقه وتبدا فعلا تشوفها وتقدرها لان هي بقت حاجه واقعيه قدامك، حاجه ملموسه مش مجرد بس افكار في دماغك ممكن دماغك تسرح عنها اصلا وتنساها. بتتابع عاداتك زي ما بتقيس سعراتك او خطواتك، حتى ولو التقصير بس 1% بتقدر برضو تلاحظه. بتحترم تفاصيلك الصغيره جدا اللي متدونه لان التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتجيب الفرق الكبير. من افضل الحاجات برضو ان انت بتكون شخص واقعي، بتشوف يومك بجد بيمشي ازاي، مش لازم يكون بالشكل المثالي اللي انت متخيله. بتشوف ان انت ممكن ايام تكون انتاجيتك عاليه فيها جدا، مع ذلك اليوم ده اصلا ما كانش افضل يوم. ونيجي بقى لنقطه تانية وهو النفع اللي هيجيلك على المدى الطويل من التدوين. هتبدا تقدر الوقت بتاعك تقدير صحيح. يعني على سبيل المثال كده، لو في يوم مثلا عندك فيه كليه وفي اليوم ده انت روحت وقدرت تذاكر حاجات معينه وانجزت شويه حاجات من اللي عليك، اليوم ده هو بيتكرر معاك على مدار الاسابيع التانية وبتبقى قادر تحكم عليه، لان نفس اليوم ده الاسبوع اللي فات انا قدرت انجز كذا وكذا وكذا وكانت انتاجيتي فيه بالشكل ده، فازاي النهارده انا عايز اقصر؟ طب ما انا في نفس الظروف دي قدرت ان انا انجز. برضو من الحاجات المهمه جدا فكره التخطيط اليومي، ان انت تصحى الصبح وتبقى عارف تخطط ليومك ازاي، عارف تحط ايه الاول وايه الاخر، عارف ايه المهم جدا اللي لازم تشتغل عليه في اول اليوم، وعارف ايه الحاجات اللي ممكن تستغنى عنها لاخر اليوم او ممكن حتى تاجلها لتاني يوم. والموضوع ده اصلا ليه مهارات واساليب معينه، لو حابين اتكلم عنها ممكن تكتبوا لي في الكومنتات وابقى اعمل لكم فيديو تاني. النقطه دي موجوده ديجيتال، بس انا بشوف ان هي افضل بكتير جدا في النوته اللي انت بتمسكها كل يوم لانك بترتبط اكتر بيها. فكره ان انت ممكن تدي ميعاد لنفسك في المستقبل، يعني مثلا لو عندك حاجه مهمه يوم 15 في الشهر، فانت ممكن لو الحاجه دي مهمه قوي تروح من يوم 14 وتكتب لنفسك خلي بالك انت عندك بكره كذا كذا، ويوم 15 تقول النهارده الساعه كذا في كذا كذا. من الحاجات الجميله برضو ان كل النوتس دي انا اللي عاملها بايدي، عاملها هاند ميد. ده ورق كرافت موجود عندي، واللي جوه ده ورق ابيض عادي بقصقصه بحيث ان هو بيكون مجوز من جوه وبيكون عدد الايام اللي موجوده في الشهر. وببدا ان انا اعمل النوته، بختار الكفر بشكل سيمبل زي كده مثلا اولد بيبر، او ممكن اعمل لها حاجه زي كده. ممكن برضو اللون الاسود ده كان شكله لذيذ جدا، ممكن اجي مثلا في فتره واروح اعمل كذا نوته مع بعض 4 مثلا او 5 بحيث ان انا لما الشهر يخلص ساعات ما بقاش فاضي ان انا اقعد اعمل حاجه زي كده تاني. صراحه ما اقدرش استغنى عنها يوم، خلاص بقت حاجه اساسيه عندي ان انا بصحى الصبح اشوف ايه اللي عندي وابدا اشتغل عليه، ولو في حاجه ما كنتش كاتبها اكتبها. ففكره ان يومك يمشي من غيرها بقت صعبه شويه. كمان ان انا بعملها بايدي فده خلاني متعلق بيها شويه، ان هي مش مجرد ورق انا شاريه من المكتبه لا يعني شيء، لا دي حاجه حرفيا انت قاعد تعملها بمزاجك على الطريقه اللي انت عايزها وبالشكل اللي انت حابه. في حاجه كمان لذيذه جدا بحب ان انا اعملها، ان انا بكتب كوت او مقوله لحد بحيث ان انا كل يوم لما افتحها اقراها وتحفزني في بدايه اليوم ان انا ابدا. مثلا على سبيل المثال النوته دي كان مكتوب عليها مقوله لعمر بن عبد العزيز: لو ان الناس كلما استصعبوا امرا تركوه ما قام للناس دين ولا دنيا. فدي حاجه كويسه ان انت كل يوم بتفتح النوته وعندك حاجه تحفزك فيها. كمان بتكتب عليها الشهر والسنه بحيث ان انت لما الاعداد تكبر كمان اكتر من كده، مش مجرد 5 أو 6، ما يبقى معاك كتير جدا، تقدر ترجع لأي شهر انت عايزه في أي سنة وتخش على أي يوم وتطلع التفاصيل اللي حصلت معاك. وما تخافش، الموضوع ما فيهوش أي معلومات شخصية ومحدش تقريبا هيجي جنبهم أو يفتحهم ويبص فيهم، لأن النقطة دي كان بيتكلم فيها باشمهندس أحمد أبو زيد إن هو كان مقلق إن حد يبص ويشوف الأحداث اللي بتحصل معاه أو يعرف عنه معلومات بسبب إن هو خد النوتة بتاعته. ومن أفضل الحاجات بجد اللي بشوفها في موضوع التدوين ده إنك بتقدر تحاسب نفسك بكل عدل من غير ما تظلم نفسك أو من غير ما تضحك على نفسك. يعني بتشوف يومك ايه اللي حصل فيه بالظبط بكل تفاصيله وتقدر تقول انا اليوم ده فعلا كان يستاهل ان انا اكون انتاجيتي فيه اعلى من كده وانا قصرت، او لا هو كان فعلا يوم فيه وقت ضايع كتير من مؤثرات خارجيه غصب عنك وان كويس قوي ان انت طلعت بيه لحد هنا. ودي بتكون نقطه كويسه جدا لان ساعات بيضحك علينا من نفسنا ان انا كان كده زي الفل قوي وكفايه ان انا عملت ده كله، مع اني كان المفروض اوصل لانتاجيه اكتر من كده. وايام تانية بنظن فيها ان احنا ما عملناش حاجه وان انا اليوم كده ضيعت فيه وقتي، مع اني هو ده اكبر استفاده كنت ممكن اطلع بيها من اليوم ده. ففكره ان انت بتقدر تحكم على نفسك يوم بيوم او شهر بشهر بكل عدل لانك عارف كل تفاصيل اللي حصلت، دي بتكون نقطه مهمه جدا جدا جدا. الخلاصة ان النوتة هتخليك تكتب كل يوم من ايامك، تدون عاداتك وتلاحظ مشاعرك، بتخليك صادق مع نفسك ومش بيضحك عليك بفكرة المثالية. انا عايزك تبدأ من دلوقتي، اشتري او تعمل بنفسك نوتة للشهرين الجايين وتتابع الشهر بس الاول وشوف ايه اللي هيحصل معاك، شوف هيفرق معاك ازاي، وبقى تعالى قولي في الكومنتات هل استفدت فعلا ولا الموضوع ما كانش ليه لازمه. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك سبسكرايب، متنساش تشير الفيديو لحد من زمايلك عايز تلتزم انت وهو سوا. وسلام.